بعض المرات القدر كيحط في طريقنا شي حاجة اللي كتقلب حياتنا سفاها على علاها. كيكون باغي يختبرنا ويعرف اش من طريق غنشدو. سميتي حمادة، وهاد القصة اللي غنعاود لكم طرات معايا ملي كانت عندي 15 عام. ساكن في واحد الفيلاج مع والديا بجوج ومع خويا الصغير. كانت عندنا فيرما. هاد الفيرما صغيرة حكم ان جدي خلاها للوالد ومشى هو وعمامي يسكنوا في المدينة. الحياة ديالنا تما كانت بسيطة وزوينة. عندنا البهايم وعندنا حتى الدجاج. واخا تسمعوني ولد الفيلاج واخا هكا كنت كنقرا. كانت عندنا واحد الاعداديه كنمشي لها بالبيكالا. الوالد ديالي كان كيطمعني وكيقول لي بلي الا قريت مزيان وخديت الكاطريام ديالي غيصيفطني لعند جدي وعمامي في المدينه، حيت ما كانش عندنا ليسي في داك الفيلاج. ولكن مؤخرا وبحالي بحال كاع الدراري اللي في الجيل ديالي وليت باغي نبدل حياتي ونزيد القدام. مبقيتش باغي نعيش في هذا الفيلاج. حتى من القرايه وليت غير كنمشي ونجي. كيقولك الانسان طماع، اللي عنده قصر كيبغي يجوج، واللي عنده فيلا كيبغي قصر. وهكا كان حالي. كنت انا والولاد ديال داك الفيلاج كنتجمعوا كل ليله تقريبا، كنشعلوا العافيه وندوروا بها، وكنبقاو نعاودوا لبعضياتنا. اغلبيه النقاشات اللي كنهضروا فيهم كيكونوا على شي حوايج اللي غراب وكيخلعوا، اولا كنهضروا على البنات. ولكن مؤخرا وليت ديما كندير لهم شي اعذار باش ما نخرجش معاهم، حيت داكشي طلع لي في الراس وانا باغي نجدد حياتي. نسيت ما قلتش لكم باللي الوالد ديالي فقيه، ومن النوع اللي متشدد بزاف وقاصح، مستحيل تناقش معاه في الدين اولا تقول ليه راك غلط. هو ديما على حق. وحتى مع الناس ديال الفيلاج ما كانش كيحمل لي كيعيط ليه بالسميه. كيعجبو الواحد يعيط ليه السي فلان اولا يقول ليه السي الفقيه. اغلبيه الناس الدوار كانوا كيجيو لعندو، اللي عندهم شي مولود يلاه تزاد كيجيبوه الوالد باش يأذن ليه في ودنو. كيقولوا باللي الوالد عنده البركه. ولكن سولوني عليه انا اللي كنت عايش معاه وكنشوف كاع داكشي اللي كيدير وكنشوفو كيفاش داير. اما واحد الوالده ديما مقموعه، ما تقدرش تهز الصوت فيه. كيقول لها بلي صوت المراه عوره. ما عمرني ما شفتها كتناقش معاه اولا كتعطي رايها في شي حاجه. ديما حانيه الراس وكتقول غير واخا. خويا الصغير ديما لاصق فيها حيت كان كيخاف من الوالد. ما كناش كنبغيوه بقدر ما كنا كنخافوا منه. ربى فينا الخوف من الصغر. ملي يلاه كانت عندي 7 سنين كان واحد الحولي مربي عندي وكان عزيز عليا، وكنت مميزو ما بين كاع الحواله اللي عندنا. داك العام بالضبط عطاني الوالد وقال لي غدبحو. تخيلوا معايا ولد صغير عنده 7 سنين عاطيه باه جنويه قداش وكيقول ليه ذبح الحولي. اصلا داك الحولي كان عزيز عليا. الوالد بقى واقف عليا. حطيت الموس ولكن ما قدرتش ندوز عليه. خدا من عندي الموس ودفعني. بغيت ندور وجهي ونمشي في حالي جرني وقال لي غادي تشوف كيفاش كتكون الذبيحه. بزز عليا باش نشوف داك الحولي ديالي وهو كيتذبح. من تماك وانا حاقد عليه وما كنحملوش. تقدر تجيكم هادي حاجه عاديه، ولكن انا جاتني صعيبه. بقيت غادي على داك الحال حتى غتبدل حياتي واحد النهار. كنت راجع من الاعداديه وغادي في ديك الطريق اللي كانت شويه خاويه، خارج مع 6 ديال العشيه. كان الحال مظلام. كتلقى بولا شاعله هنا واللي موراها محروقه. وفي داك الظلام وانا غادي بان ليا واحد الضوء بعيد عليا وشاعل. كان في جنب الطريق. مع حدي كنقرب والصوره كتزيد توضح حتى بان ليا راجل. وملي سمع الحس ديالي بقى غادي كيجري. ركب في الموطور وتحرك. كان لابس واحد الجلابه كحله، دوك الجلالب اللي كيكونوا سخان، ومغطي راسو. انا استغربت ملي شفتو في داك الحال. وقفت في الجهه اللي كان واقف فيها ومشيت كنقلب. كنت مضوي غير بالبوله اللي عندي في البيكالا، حتى بان ليا بحال شي وراق ولا شي حاجه. كان النص ديالها مغطي والنص الاخر كيبان باقي. بديت كنحيد داك التراب اللي كان فوق منه وانا نهزو، ولقيتو كتاب
والغلاف ديالو مصنوع من الجلد ديال الحيوان، وحتى دوك الوراق اللي فيه كيبانو قدام وصفرين وكيبانو مكتوبين باليد. كانوا فيه شي رسوم اللي كيخلعوا شي كائنات اللي ما عمرني ما شفت بحالو، شي طلاسم وجداول، حروفه وحتى ارقام. حاصول هادشي خربقني. طلعت في البيكالا بزربه باش نتبع داك الراجل، بغيت غير نشوف وجهه، شكون هو وعلاش دافن هاد الكتاب هنايا. واصلا هاد الكتاب لا يشكي صلاح. كيبان لي السيد غادي قدامي بحر جهدو غادي بالموطور، وانا تابعو كنحاول نلحق عليه، حتى خرج واحد الكاميو وما عرفتوش منين خرج. هو يدخل في السيد حتى تشتت، مشى الموطور في جهه وهو في جهه. كيبان لك بنادم منشور والدم في كل قنت. اللي وصلت عليه تخلعت من داك المنظر اللي شفت. بقى كيشوف فيا وعينيا جات في عينيه، كان كيخلع صراحه، كيبان باللي كيتعذب. قبل ما تخرج الروح ديالو كان كيشوف في الكتاب اللي كان فيه يديا. نزلوا دوك الناس اللي في الكاميو، كانوا تقريبا شي 6 ديال الرجال، دوك الخدامه ديال الشانطي. عيطوا لومبيلونس والبوليس، وانا باقي واقف وجامد في بلاصتي. شويه منين تفرتكات الدنيا شديت بيكالتي وكملت طريقي. كنت كلي كنترعد. دخلت للدار، كان وجهي صفر وباينه عليا الخلعه. الوالد بقى كيشوف فيا، ولكن ما قدرش يدوي حيت كان عنده واحد السيد جايب ليه بنته يقرالو عليها، قال ليه بلي حقات قاست. المهم انا دخلت البيت وسديت عليا وحطيت داك الكتاب وبديت كنقلب فيه. صراحه داكشي اللي فيه كان كيخلع، كيف ما قلت لكم مكتوب باليد وفيه شي بقع حمراء يمكن ديال الدم. ملي كنقلب في الصفحات كنحس بدوك الوراق راشين لدرجه غاديين يتقطعوا. كانوا يديا كيترعدوا والتبوريشه طلعت معايا، وتماك عرفت بلي داك الكتاب ماشي عادي. انا كنت قاري شويه على هادشي، ولكن ماشي لدرجه التعمق. كنت غير كنسمع القصص من عند صحابي اولا الوالد بعض المرات كيكون كيهضر مع الناس اللي كيجيو لعندو. ما عرفتش داكشي اللي مكتوب واش صحيح ولا غلط. المهم سمعت داك الراجل اللي كان مع الوالد كيقول لي هاكا سيدي الفتوح، عطاه الفلوس وخرج. في ديك اللحظه دخل عندي الوالد وقال لي راني شفتك في الحاله اللي جيتي فيها، مالك هكا وجهك صفر؟ ياك ما داير شي مصيبه؟ ياك ما دابستي مع شي حد في المدرسه؟ قلت لي لا الوالد، غير منين كنت جاي شفت واحد الكسيده، واحد الراجل مسكين مات. قال لي يا والله يرحمه، ما عندنا ما نديرو ليه هذاك الكتاب ديالو. كنت كنحاول ندرق داك الكتاب من مورا ظهري حتى قشعو الوالد وقال لي نوض من تما. قلت ليه علاش الوالد؟ جرني ونوضني وهو يلقى داك الكتاب وقال لي شنو هاد الشي، منين جاك هذا؟ قلت ليه لا الوالد، هذا غير ديال القرايه. بدا كيقلب فيه وتصدم وعينيه خرجوا وقال لي وزايده بالكذوب من الفوق. عطاني واحد الطرشه حتى قريت بوحدي. قلت ليه هذاك الراجل اللي دار كسيده هاد الكتاب ديالو كان كيدفنو، وانا مشيت لحقت عليه وجبدته. قال لي واش داك المسخول تجبد هادشي؟ واش باغي تخرج علينا ولا شنو؟ واش عارف هاد الكتاب ديالاش؟ قلت لي الوالد راه داكشي علاش جبتو ليك، حيت انت اللي غتعرف تتصرف به. ما بغيتوش يطيح في يدين شي واحد اللي ادي به الناس. قال لي سير تجلس الارض، دخل توضا وصلي لك 2 ركعات واجي نقرا عليك شويه القران، لا تكون تقاسيتي ولا طرات لك شي حاجه. اما هاد الكتاب غيبقى عندي، غادي نحرقو. حيدت حوايجي ولبست الفوقيه ديالي، مع غادي نخرج حتى لقيت واحد الورقه طايحه وباينه بلي طايحه من داك الكتاب، حيت انا شفت الوراق ديالو. تحنيت عليها بزربه، هزيتها وخبيتها تحت من المخده ديالي. ما فهمتش كيفاش ما شافهاش، وما فهمتش انا اصلا علاش خبيتها وما عطيتهاش ليه. خرجت لعندو وبدا كيقرا عليا وكينفت عليا. داك الطفل اللي كيجي في وجهي عيفني، حيت اصلا ما كانش عندي مع الوالد. نط بزربه وقلت لي صافي راني بخير. رجعت البيت ديالي وجبت ديك الورقه وبديت كنقرا فيها، مكتوبه باليد طريقه تحضير الخادم السفلي، وكاتبين سميت داك الخادم والطريقه كيفاش نحضرو، الطقوس والشروط اللي خاصهم يكونوا.
داكشي كان بالتفاصيل. انا ما فهمت والو. دق عليا شي واحد الباب، كانت الوالده قالت لي خرج تتعشى. خبيت ديك الورقه بزربه وخرجت. كنا كنتعشاو بكري، هادو هما العادات اللي فارض علينا الوالد. يلا تعشينا وهو يقول لنا انا غنخرج نصلي العشاء. قلت لي بلاتي الوالد غنتوضا ونمشي معاك. قال لي لا انت غير خليك، اصلا اليوم عييتي بزاف وعاد داكشي اللي شفتي، سير ارتاح شويه صلي غير في الدار. اول مره الوالد غيقول لي صلي غير في الدار جاتني غريبه. يلا صليت وانا نسمع الدقان في الباب. خرجت لقيت واحد الدري عشيري. داك خونا كان عاود ليه كلشي، كان كبر مني تقريبا بشي عامين وديما كان كينصحني ويعاونني. قلت ليه راني لقيت الكتاب وفيه شي حوايج غراب كيهضروا على الجن والاعمال السفليه. قلت ليه باينه هذاك اللي مات غيكون شي سحار كبير واذى بزاف الناس، علاه مات بديك الطريقه. قال لي واش باقي عندك الكتاب؟ خرجوا ليا يلا نجربوا شي حاجه، مالنا شنو غنخسروا، شحال وحنا عاطينا غير الهضره على هادشي. جات الوقيته فين غنجربوا. قلت ليه واش من نيتك؟ اصلا الوالد خداه ليا. قال لي وغير شوف كيف دير تخطفوا الوالد ديالك. قلت ليه راه داه غادي يحرقوا، محال كاع واش يرجعوا معاه للدار. مشى الدري ورجعت انا للبيت. ديك الفكره ديال نجربوا شي حاجه بقات كدور ليا في دماغي. عجبت ديك الورقه وبديت كنقرا فيها عاوتاني وفي دوك الشروط اللي خاصني ندير. كانوا شي حوايج اللي بساط ومتوفرين عندي. اولا خاصني نشد الدم ديالي ونديرو في القناة ديال البيت، وداك البيت يكون مسدود وما يدخل عليك حتى شي واحد منين تكون كتنفذ هاد الطقس. ثاني حاجه هي نشعل واحد الشمعه، ديك الشمعه خاصها تكون في واحد اللون معين، وكان خاصني نكتب عليها شي حوايج ونغرس فيها العواد ديال واحد العشبه بلا ما نذكر سميت العشبه. ديك الشمعه تكون محطوطه في الارض ومشعوله، وفوق منها تكون معلقه ديك الورقه. ومنين نكون كنعلق ديك الورقه نذكر الاسم ديال داك الخادم وحتى هو بواحد العدد معين ونأدي القسم ديالو. كيف ما قلت لكم داكشي جاني بسيط. اول حاجه جرحت يدي وخديت الدم ودرتو في كاع القناه د البيت. الشمعه كان حالها ساهل حيت الوالد عنده بزاف في البيت ديالو. خديتها وكتبت عليها دوك الطلاسم. خديت العواد د العشبه وغرستهم في الشمعه وشعلتها. ديك الورقه هزيتها وعلقتها في الحيط وبديت كنذكر السميه ديال داك الخادم. تصوروا معايا الورقه بقات كتمشي وتجي غير بوحدها بحال الا الريح داخل، واخا كنت ساد كاع الشراجم والباب، وحتى من العافيه ديال الشمعه كانت كتمشي وتجي. يلا قربت كنشوف فيها حتى كنسمع الكلب كينبح على برا. هاد الكلب كان قليل فين كينبح، غير الا شاف شي واحد براني. تخلعت وجداتني القفزه في قلبي، يمكن حيت اول مره غندير شي حاجه بحال هكا. وشاء القدر انني ما نكملش في داكشي، حيت في ديك اللحظه بالضبط دخلات عليا الوالده وقالت لي اش كدير تما، علاش مشعل ديك الشمعه؟ انا في الاول درت وبقيت مصدوم فيها وكنقول ناري خسر ليا كلشي، ولكن في ديك اللحظه حسيت براسي ما بقيتش متحكم، بحال شي واحد لداخل ديالي هو اللي كان كيتفاعل. مشيت للوالده وشديتها من يديها، زيرت عليها حتى بدات كتغوت وكتقول لي طلق مني يا المسخوط. بلا ما نشعر دفعتها حتى طاحت برا البيت وقلت لها واش انتي مريضه، علاش داخله عليا؟ وزدحت الباب كاع الجهد اللي عندي. الصراحه تصدمت في راسي وفات الشيء اللي درت. جلست فوق الفراش وانا كلي كنترعد ومتوتر، ومع غادي ندور لقيت ديك الشمعه طفات. ولكن الحاجه اللي صدماتني اكثر هي الورقه ما كايناش. انا متاكد باللي كنت معلقه في الحيط. عييت ما نقلب عليها وما لقيتش ليها الاثار. قلبت في كاع القناه ديال البيت ووالو، الحس ديال ديك الورقه ما كاينش. تقول الارض تحلات وسرطاتها. خرجت لعند الوالده لقيتها جالسه بوحدها وحانيه راسها بحال الا كتبكي. قربت وجلست حداها وقلت لها مالك؟ ما كانتش كتجاوب. خليتها في راحتها شويه حتى هزات راسها ودارت لعندي. هضرت معايا بواحد الصوت كيخلع، وحتى منين شفت فيها كنت متاكد باللي هذيك ماشي امي، حيت انا عارف الشوفات ديالها كيفاش دايرين. قالت لي بواحد الصوت غليظ ما صدقاتش. انا في ديك اللحظه تخلعت بزاف ونطت من حداها وانا كلي كنترعد.
كنسمع الدقان في الباب. مشيت حليت لقيتو واحد خونا صاحب الوالد. قال لي راه باك ما جاش اليوم للصلاة وجيت باش نطلع عليه، ياك ما مريض ولا شي حاجة؟ قلت لي كيفاش ما جاش؟ هو راه مشى يصلي. لحقات عليا الوالدة وقالت لي ياك باك مشى يصلي؟ قلت لها راك سمعتيه؟ قلت لها راك سمعتيه منين قال لي غيمشي يصلي العشاء؟ داك الراجل قال لنا يمكن راه مشى للجامع اللي الفوق. دخلت وسديت الباب وانا باقي كنشوف في الوالده. يلاه دابا شويه باش كانت كدوي بواحد الصوت غليظ، وكانوا الشوفات ديالها غراب، ولكن رجعت عاديه. قالت لي سير قلب على باك. قلت لها غيكون بقى غير في شي صداقه ولا مجمع مع الناس ديال الجامع. قالت لي لا، باك ما موالفش كيتعطل. عافاك ولدي الله يرضي عليك، لما سير قلب عليه. خرجت وبقى بالي مع الوالده. ما بغيتش نخليها مع خويا الصغير حيت ما نقدرش نعول عليه. بقيت غادي بالزربه، طلعت للجامع اللي الفوق، ولكن ما كاينش الاثار د الوالد. سولت شي رجال عليه قالوا لي بلي ما جاش. وملي كنت نازل وانا نتلاقى به، وكان جاي من واحد الطريق اللي كدير للمقبره. ديك الطريق كانت كدي غير للمقبره وصافي، ما كتخرج لحتى شي بلاصه اخرى. ما فهمتش الوالد شنو كان كيدير تماك. جار البغل ديالو وراجع. عيطت ليه وهو يتصدم، ودار لعندي وبدا كيدخل ويخرج في الهضره بحال الا ما كانش باغيني نشوفو في ديك الحاله. قلت ليه الوالد فين كنتي؟ قال لي راني قلت لك مشيت نصلي العشاء. قلت ليه راه من الصباح وحنا كنقلبوا عليك. وجا السي المكي يسول فيك وقال لنا بلي راك ما مشيتيش تصلي العشاء. قال لي هاد الناس غير حاضيني، يعطوني شويه باتساع. عاد انتبهت للحاله اللي كان فيها الوالد. كانت الجلابه ديالو كامله عامره بالتراب بحال الا كان كيتمرغ فيه، وحتى يديه فيهم بالتراب، وشعره وحتى وجهه كان كيبان في شكل. ولكن الحاجه اللي صدماتني كثر هي الكتاب اللي كان في يديه. قلت ليه الوالد مالك في هاد الحاله؟ قال لي هاد البغل المسخوط راه طيحني، ما باقيش غنركب عليه. قلت ليه والكتاب واش باقي عندك؟ علاش ما حرقتيهش؟ قال لي شنو واش غتبقى تزايد معايا في الهضره؟ ماشي سوقك. شد داك الكتاب ودارو في القب ديالو، وقال لي تبعني وجر داك البغل معاك. رجعنا للدار، الوالد سبقني ودخل، وانا مشيت كنربط في داك البغل حتى سمعتو كيغوت. مشيت كنجري كنلقى الوالده طايحه في الارض وحال عينيها وكتشوف في السقف، ما كتنطق بوالو. عينا ما نهضروا معاها ما كتجاوبناش. قال لي المسخوط شنو درتي لامك؟ قلت لي ما درت لها والو، خليتها خير وسلام. بدينا كنسولو خويا الصغير، وقال لي بلي كانت داخله البيت كتمسح شي حاجه. في ديك اللحظه تفكرت داك الدم اللي خليته في القناه ديال البيت. من الشروط ديال داك الطقس باش يكمل هو انك تخلي الدم ديالك في القناه لمده 3 ايام. شنو درتي يا الوالده؟ الوالد كان ساهي وكيخمم، ما كانش بالو معانا اصلا. هزيت راسي فيه كيبان ليا كيضحك. كنقول ليه الوالد مالك واش تصديتي؟ الوالده طايحه في الارض وانت كتضحك. قال لي صافي اسكت من الهضره واجي عاوني باش نوضوها. قال لي راني ما كنضحكش، اجي عاوني نهزو امك. هزيناها وحطيناها فوق اللحاف. كنتسنى الوالد يقرا عليها ولا يدير شي حاجه، ولكن ما دار والو من داكشي. وجاني هادشي غريب حيت اول مره الوالد ما غيلتاجئش للقران. مشيت انا جبت واحد الماء د الرقيه كان عندنا وبديت كنرشو عليها حتى توقضات شويه وبدات كتهضر. ولكن من داك النهار الوالده مبقاتش كيف كانت، ولات الصحه ديالها على قد الحال، ولات ديما معصبه وكتجاوب مع الوالد. واخا من قبل ما كانش كتهز فيه الراس، ولات كتغوت لدرجه انه ما كيقدرش يهز فيها راسو اولا يشوف ليها في عينيها. ولات الشوفات ديالها قاصحه بزاف وما فيهاش الرحمه. اما الوالد ولا غير ساهي، نهار ما طال وهو كيدخل ويخرج في الهضره. شحال من مره سمعتو في البيت كيهضر بوحدو بحال الا داوي مع شي واحد، وملي كنطلع عليه كنلقاه كيهضر راسو. وحتى في الليل ولا كيفيق ديما وكيغوت بحال الا كان كيتخلع. ما بقاش كيمشي للجامع وكيدير السبه وكيقول لنا بلي الرجال اللي تماك ما حاملينوش وحاسدينو غير حاضيينو. وحتى من الناس اللي كانوا كيجيو لعندو باش يرقيهم ولا باش يقرا ليهم على ولادو كيقول لي ما تبقاش تدخلهم عندي، قول لهم راني مريض. واحد الليله وانا ناعس سمعت الكلب كينبح.
الوالد كيقول لي نوض سكت علينا داك الجرو، شوف شنو دير ليه. قلت لي واخا الوالد هاني نايض. نضت كنتسلت وشاعل البيل، مشيت للكوري فين كنت رابطو. كان كيشوف شي حاجه لداخل وكيغوت وكينبح. بقيت كنحاول نهدن فيه، تميت غادي لجيت الكوري، ومن بين النعاج ويتبان ليا واحد المراه واقفه. كانت واقفه بين النعاج ما كتحركش وحانيه راسها. كانت دايره واحد ليزار فوق من راسها وهابط حتى لتحت، معزات راسها فيا وانا نتخلع. المراه كانت كتبان كبيره بزاف، مكمشه وكلها وشامات، وحتى من عينيها كانوا حارين. بقيت كنقول لها شكون انتي، اش كديري تماك؟ هي كتقرب مني وانا ركابيه فشلو عليا. كانت كتحرك بزربه بحال الا عندها 20 عام. حتى الصوت اللي غنعيط بيه على الوالد ما بقاش عندي. وصلت حتى لحدايا وجات عينيها في عيني، هزات راسها فيا وقالت لي انت عندك شي حاجه ديالي وانا جيت باش نديها، ولا ما عطيتيهاش ليا بالخاطر غادي ناخدها بزاز منك، راه ما تصلحش ليك وما تقدرش عليها. قلت لها اش من حاجه هادي، انا ما عمرني ما مديت يدي على شي حاجه ديال الناس. قالت لي الكتاب. في ديك اللحظه سمعت صوت الوالد وهو كيقرب، وقال لي اش كدير تماك وشكون هاد المراه؟ بقات كتشوف فيه وقالت لي رد ليا كتابي. قال لي انا ما عندي كتاب لالا، سير حيد عليا من هنا. قالت ليه شوف راه غادي تندم، داكشي اللي طرا لولدي غادي يطرالك، من الاحسن ترد ليا الكتاب. قال لي دوز انت حيد من تما. جرني ومشينا. وقال لي هاد المره الا لقيتك هنا نعيط لك للبوليس. اش بيني وبين داك التشعويد ديالكم؟ انا فقيه معروف هنايا وكلشي كيشهد بهذا الشيء. بقات كتشوف فينا بحال الا كتقول لينا دابا تشوفوا شنو غيوقع ليكم. رجعنا للدار، دخلنا باش ننعسو. تكيت وداني النعاس شويه حتى كنحس بالفراش كيتهز بيا، كيمشي ويجي بحال الا الزلزال. كنقول هاد الشي واقع. مع غادي نحل عيني بان ليا الوجه ديال داك الراجل اللي شفتو مات في الكسيده، هكاك وجهو مصور قدامي وعينيه جات في عينيا. تخلعت وغوت غوته وحده، كنحس بالعرق هابط معايا، كلشي داز بالزربه. بقيت كنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، راك غير كتخايل حماده. وفعلا كنت غير كنتخايل. ولكن اللي صدمني كثر هو الوالده اللي كانت واقفه عليا وما دارت حتى شي ردات فعل، ما سولاتني لا مالي ولا شنو وقع ليا. وهذه ماشي من العادات ديالها، كانت كتشوف فيا بواحد البروده في شكال بحال الا ماشي امي. قالت لي نوض، راه باك خرج ما عرفتو فين مشى. قلت لها وانا اش غندير ليه، كون راه مشى يصلي الفجر. ما جاوباتنيش، مشات وخلاتني. الوالده اكيد ممسوسه ولا طاريه لا شي حاجه. هادشي اللي كنت كنقول مع راسي. خرجت كنجري، بقيت غادي تابع الوالد وخا ما عرفتوش فين مشى. ولكن الحدس ديالي كان غادي بيا لجهة المقبره، البلاصه فين لقيتو ديك المره. كانت عندنا واحد المقبره داير بها سور. داك السور ما كانش عالي بزاف، يعني واحد في الطول ديالي يقدر يطل منه. بديت كنسمع الحس جاي من المقبره، طليت بشويه كيبان ليا بحال الضوء ديال الشمع شاعل. والصدمه هي ان الوالد كان تماك وكان هاز في يدو داك الكتاب وما عرفت شنو كيقرا منه. بديت كنقرب منه بلا ما يحس بيا، كنحاول ما يردش ليا البال. غادي نتصدموا الا قلت لكم شنو دار. واحد الفروش كحل كان عندنا مربينو مع الدجاج، كيبان ليا الوالد شادو هكاك حي وهو كيغوت. تصوروا معايا كينتف فيه وكيعض فيه بسنانو. بقيت كنقول هاد المريض هذا شنو كيدير؟ داك الفروج مسكين كيغوت وهو عاد ما كيزيد يسعر. بلا ما نشعر هزيت حجره وبديت كنشير عليه باش يحبس داك الشي. ولكن ما تسوقش ليا، بحال الا كان مرفوع. خرجت من المقبره وانا راجع وغير ساهي وكنقول هاد المصيبه هادي درت. ندمت على النهار اللي جبت فيه داك الكتاب للدار. رجعت للدار ودخلت ولقيت الوالده واقفه عند وجهي وكتشوف نفس الشوفات ديالها. قلت لها الوالده ما تصوريش الوالد شنو لقيتو كيدير، راه ولا سحار ولا ما نعرفش داك التخربيق. وهي تقول لي دا الفروج لك حل. حليت فمي فيها وقلت لها كيفاش عرفتي؟ قالت لي راه كيقلب عليها، غير خليه.
رجعت للبيت ديالها وحتى انا دخلت لبيتي تقريبا شي 3 السوايع. من مورا ما أدى الفجر بمدة عاد رجع الوالد داير براسو زعما راه مشى يصلي الفجر. وتماك حياتنا غادا تقلب. ما بقاش الوالد داك بنادم اللي كنت كنعرف، اللي متشدد وكيهضر بزاف على الدين وكيهضر غير بالقران. لا، ولا العكس تماما. ولو كيجيو عنده الناس من المدينه، وماشي غير المدينه اللي كانت حدانا، حتى من مدن اخرين. كاع ديك البيوض اللي كانت في وجهه رجعت كحوله. ما بقيتش قادر حتى نشوف فيه. صوتو تبدل، ما بقاش كيدوش، ضفارو مسخين ولحيتو مشنتفه، واحد الحاله اللي ولا فيها خايبه بزاف. وحتى من الوالده جرى عليها من البيت وما بقاتش كتنعس حداه. الناس اللي ولاو كيجيو لعندو غالبا كيكونوا باغيين يأذيو ناس اخرين، كيجيبوا ليه التصاور اولا الملابس الداخليه اولا حتى الشعر ديالو، ولا عنده بيت خاص اللي كيدير فيه داكشي. حياتنا ولات مظلمه، ما بقيناش كنتجمعوا على طبله وحده، ولا ديما عندنا الصداع في الدار بحال الا ماشي عائله. خويا الصغير كان كيبقى فيا، مازال انا كنت كنقول راني كبرت شويه. ما كانش مسوقه ليه لا الوالده ولا الوالد. الوالد دار فلوس كتيره لدرجه انه شرا ديك الفيرما من عند جدي وكاع الاراضي اللي دايرين بها. انا في ديك الساعه كانت عندي 17 عام، ولكن ما كملتش القرايه في الليسي. ما كنتش باغي نخلي الوالده وخويا، خصوصا الوالد منين ولا في ديك الحاله. كان كيمشي للزيارات بزاف وكيذبح للناس تماك. دارنا ولات عامره بالشياطين، والنعاج ولاو ديما كيموتوا لينا. اما الكتاب اللي كان السبب في هادشي كامل، عييت ما نقلب عليه وما لقيتوش. الوالد تحول من فقيه لشيطان. الناس ديال الدوار ملي شافوا الوالد ما بقاش كيمشي يصلي معاهم، ولاو كيهضروا بزاف وخرجوا بزاف الاشاعات عليه. ولكن هو ما كانش مسوق. اللي كيقرب ليه ولا كيعايرو بشي كلمه كطرى ليه شي حاجه خايبه. الوالد ما بقاتش في قلبه الرحمه. حتى من الدراري صحابي بعدوا عليا بزاف، حتى شي واحد ما بقى كيتجرأ يقرب لعندنا للفيرما. الوالده غير ساهيه، ما بقات كدير حتى شي ردات فعل، واخا يوقع اللي وقع. واحد نهار وانا خارج في الليل، حتى خرجت قدامي ديك المراه اللي قالت لي رد ليا كتابي. زادت تشرفات وتكمشات، قالت لي جيب لي الكتاب. قلت لها ما كرهتش نعطيه ليك، داك الكتاب راه دمر لي حياتي كلها، خرج على الوالد وعلى الوالده. قالت لي جيبه لي. قلت لها راه ما عرفتش فين هو. قالت لي انا نعطيك النعت فين كاين. الارض اللي شريته اللي من مورا الفيرما ديالكم، غتمشي للشجره الثالثه ديال الزيتون، غتزيد 5 الخطوات وغتلقى واحد الحفره تماك، غتنبش فيها غتلقى الكتاب. قلت لها ولكن نتيا منين عارفاه تماك علاش ما تاخديهش لراسك؟ قالت لي هذاك الكتاب تحرم عليا، ولا قصتو غطرالي شي مصيبه. انا بغيتو باش نحرقه حيت هو كان السبب في موت ديال ولدي، وإلا ما زربتيش وجبتيه ليا غيموت حتى باك. قلت لها صافي غنحاول نجيب لك الكتاب. قالت لي شوف علق هذا. عطاتني واحد الحجاب، قالت لي هذا غيحميك منه. قلت لها على من كتهضري شكون هما؟ قالت لي المهم ديرو في عنقك ونقص شويه من الهضره. داكشي اللي كان ديك الليله بالضبط خرجت كنتسلت، درت داك الحجاب في عنقي ومشيت للارض اللورانيه. كنقلب على الشجره اللي نعتات ليا المراه. ما حدي كنقرب وقلبي كيضرب بالشهد، وكنحس بالعافيه شاعله فيا. بزاف الاصوات تابعيني، شي حاجه كانت مانعاني، ما بغانيش نقرب لداك الكتاب. تصوروا معايا، ما حدي كنزيد نقرب من ديك البلاصه ورجليا كيغرقوا بحال الا ديك الارض ولات كتصرد. بديت كنقرا القران في نفسي وكنقرب من ديك البلاصه حتى لقيتها، وبديت كنحفر. التراب اللي كان فوق منها كان باين باللي جديد. حفرت مزيان وجبت داك الكتاب، يلا هزيتو باغي نرجع في حالي حتى كنحس براسي تهزيت وتخبطت مع الارض. وتماك فقدت الوعي ديالي، وكنحس بشي حد جاي وكيقرب مني، جاي بشويه. مع فقت كنلقى راسي في بيتي والوالده عند راسي، وكنسمع صوت غواد الوالد. قلت لها شنو وقع؟ قالت لي الكتاب. قلت لها سمحي لي راه ما قدرتش نرجعو لمولاتو، انا السبب في هادشي كامل اللي وقع. قالت لي لا انا راه رجعته، ولكن باك ما بقاتش حالته هي هاديك. دخل علينا وحنا كنهضروا،
وقال لي ياك المسخوط خرجتي عليا، ولا كيقول شي هضره ما مفهوماش. ها هما جايين غيديوني انا وياك، والله تا يمحيوك من فوق هاد الارض. غير بلاتي عليك سحاب لك راه غتفلت منا. كيسد الباب وكيعاود يرجع وكيقول لي غير بلاتي عليك والله تنديك معايا. ولا كيتعرى وكيرمي في حوايجو، ولا حماق صافي تسطى وخرج ليه العقل. انا والوالده كنحاولوا نشدوه وهو كيتنتر منا وكيقول لنا طلقوا مني. خرج كيجري عريان لابس غير الحوايج الدخلانيه ديالو. داز 3 ايام وهو غابر، ما عاودش رجع للدار حتى جابوا لنا غير الناس خبارو. واحد الصباح جا لعندنا داك صاحبو اللي كان كيصلي معاه وقال لنا بلي لقاوها حدا المقبره، طايح وكيبكي وكيتمرغ في الارض وما خلاش الناس يدفنوا الميت. كيغوت عليهم وكيشير عليهم بالحجر. الوالد صافي تسطى. جاو عمامي وديناه لسبيطار الامراض العقليه وشدوه عندهم تقريبا شي عام ونص. كانوا كيدقوا ليه باري وكيعطيوه الدوايات غير باش يتهدن وما يبقاش يغوت. ومن تماك بعنا الفيرما وكلشي وجينا للمدينه. كملت قرايتي. الوالده الحاله ديالها ولات بخير، العكس ديال الوالد اللي ولا معاق، ما بقاش كينوض على رجليه وحتى فمو تشلل بزز باش كينطق بشي كلمه ولا كيقول شي حاجه. واخا هكاك ما سمحناش فيه. الوالده محنا معاه، ولكن كتقول لي كيبقى راجلي وبات ولادي وما عندي